وفاز في واحدة ولم يذق الخسارة. ونفس طبعا نادي القاسم أفضل، يعني آخر خسارة أيضا كانت أمام نادي الصناعة 0-1 في الجولة 24، وبعدها الفريق لم ينهزم في آخر 7 جولات، تعادل في 5 أمام زاخ وأمام نوروز وأمام النجف والزوراء والكهرباء، والفوز على كربلاء وعلى نفط ميسان. الحدود في المركز التاسع برصيد 42 نقطة، 8 انتصارات 18 تعادل، 5 خسارات، سجل 32 هدف ودخل مرمى 28 هدف. والقاسم في المركز السابع رصيد 32 نقطة من 7 انتصارات 11 تعادل و13 خسارة، سجل 26 هدف دخل مرمى 33 هدف. بداية اللقاء صافرت طبعا الخطأ مطبعي لا أكثر ولا أقل، بأن اللاعب فوستين هو الأساسي بديلا للاعب أحمد نور. هنا الكرة الخطيرة، لكن حكم اللقاء قريب جدا للجزاء. هنا الإعادة لا يا سامر، الأولى كانت على مدافع يسار، كرة طويلة مجتبى الكادور، انفراد على بحسن صقر عجين، وين السكند بول، وما زالت الكرة والتصويبة كانت عن طريق اللاعب أحمد تركي، لكن صقر عجين. اللقاء نشاهد 5-6 لاعبين من نادي القاسم داخل منطقة الجزاء. نعم 6 لاعبين من نادي القاسم داخل منطقة الجزاء. حيدر ماجد بانتظار الإذ بلعب هذه الكرة الخطيرة. حيدر يلعب الكرة الخطيرة والعارضة، كرة ذكية من حيدر ماجد، كرة ذكية من حيدر ماجد مدافع اليمين. نعم شاهد كيف لعبها من فوق الجدار وحاول أن يغالط صقر. سيف مع مجتبى، يمر الكرار سالم، العرضية من كرار والرأسية من سراج الدين، وصلت لسويعيد الخطير، وأيضا وهنا الرأسية الخطيرة تهادت من أمام حارس المرمى ومدافعي نادي القاسم وذهبت إلى ركلة مرمى. أولى محاولات نادي الحدود الخطيرة أتت في الدقيقة 30 دقيقة، ومن ثم ظهر نادي الحدود بمحاولة دوري. أم عمار داخل، مجتبى يصوب الكرة بعيدة من مجتبى، حاول يلعبها بالزاوية اليمنى لكن ذهبت بعيدا. بكاري تمريرة جميلة لسيف جاسم لسويعيد، وسويعيد كرة خطيرة وعرضية من سويعيد، لكن سراج الدين صباح لا ضربة ركنية. هنا الإعادة تمريرة جميلة وسويعيد تخلص من وليد عطية ولعب الكرة العرض. عمار داخل على لعب الضربة الركنية، وهنا الرأسية تلعب ضربة ركنية من مجتبى عالية باتجاه فوستين براسه وسهل الحارس صقر عجين. هنا الإعادة لرأسية فوستين، وهنا مجتبى وتصويبه من مجتبى لكن سهلة. سيف كريم، تمريرة خاطئة من سيف، وصلت لأحمد نور لفوستين تصطاد، وسراج الدين صباح كرة الخطيرة حلوة من وليد عطية كبدل ضاع. هنا شاهد الإعادة وإبعاد غير جيد من اللاعب فوستين، يعني فوستين للمرة الثانية يخطأ. يعني هنا رضا يحاول المرور، رضا أمام كرار سالم، يعود بالكرة لعمار داخل، كرة داخل منطقة الجزاء لعلام حسن. هنا خطورة علام حسن، والثانية للاعب ألكسندر يولي. كرة الآن تقطع الكرة من سيف كاظم، الآن الكرة العرضية لسيف جاسم، يعود لسراج الدين صباح. تأخر لاعبي نادي الحدود، وصلت سويعيد، هذا الذي لديه الحلول والتصويبة. ووليد سويعيد، شاهد كرة سويعيد يعني صح التصويبة، ليس الحكم قريب. وصلت لعلي قاسم لسويعيد، يحاول التمرير لسيف إلى سويعيد يبحث عن زاوية تصويب وصوب سويعيد، كاد أن يأتي بالخبر السعيد بعد هجمة خطيرة من نادي الحدود مع الموريتاني. شاهد كيف يعني نتمنى من الكاظم يحاول المرور، قريب عليه اللاعب رضا، وعمار داخل، يعود لكرار، قطعت الكرة من رضا يحاول الدخول داخل منطقة الجزاء، وكرار سالم كتب لنا وشاهدنا هذا الهدف. يعني صعب جدا تشاهد فيها أهداف كثيرة، لكن كرة القدم كل شيء. وهنا سيف كاظم احتكاك لكن لا يرتقي إلى
الخطأ ووجود ركلة جزاء. أحمد تركي يلعبها لعلام حسين، محاولة مرور رضا وتصويبة، تصويبة من رضا محمد حاشم. القوة على الدقة. شاهد هنا الإعادة، هنا الإعادة، لا وجود للتسلل ورضا صوب. خطورة علام حسين هي داخل 18 شاردة. كرار قطع الكرة وصلت لعمار داخل، تصويبة من عمار داخل، لكن حاول المرور سيف يلعبها لسويعيد. سويعيد الخطير قريب عليه أحمد نور، أحمد نور والتخلص من الأول والثاني والدخول والتصويب. وليد عطية، وليد عطية وارتباك. وهنا الكرة الخطيرة مصلحة سراج الدين، لكن ممتازة من مجتبى. كريم لبكاري يلعب الكرة العالية، بكاري وصلت لوليد عطية. حذار يا وليد عطية، ممثل محافظة بابل في دورينا هنا. سويعيد وتصويبة من سويعيد وحلوة من وليد عطية، تصويبة من خطورة مع سويعيد. شاهد تصويبة من مسافة